اخواتي في ثالثه اعدادي اللي المنهج عمال يجري وراهم وهم واقفين مكانهم ما بيتحركوش، والامتحانات فاضل لها شهر مش عارفين يعملوا ايه. انا جايه النهارده اساعدكم، ومعاكم سلمى هلال، ومكملين في سلسله ثالثه اعدادي لاول مره اعملها في حياتي، لان انا اصلا بقدم كونتنت ليه علاقه بالثانويه العامه. بس الصراحه شفت ان اخواتي ثالثه اعدادي مهدور حقهم ومحدش مهتم بيهم، فقلت انا اطلع اساعدهم. قشطه. لو انت مهتم بالسلسله دي وعايز باذن الله تجيب مجموع عالي، اعمل لي فولو واعمل لايك الفيديو وشيره لكل اصحابك، علشان الفيديو لو جابش لايكات انا مش هعمل ده تاني. اديني بقول لك اهو من الاول. انا بقول لك مبدئيا بس كده خليني اقول لك طريقه مذاكرتك الفتره الجايه عشان ما تزهقش وتملش، وتحل من كتب ايه وتعمل ايه، وبعد كده بقى اديك الجدول السحري الخرافي اللي هيلملك المنهج في 10 ايام. المنهج كله في 10 ايام، ما تصدمش. اول حاجه الطالب اللي بيزهق هذاكر لي طريقه البومودورو. ايه طريقه البومودورو دي؟ قال لك طريقه البومودورو دي ان انت بذاكر 50 دقيقه وتاخد ريست 10 دقائق. يعني انا دلوقتي بذاكر 50 دقيقه، اول ما 50 دقيقه يخلصوا هوقف الفيديو بتاعي او هسيب الكتاب اللي انا بذاكر منه او هسيب الحل وروح مستريح 10 دقايق. الطالب اللي بيقعد على الموبايل في ال10 دقايق، لا انت عارف انت ايه اللي هيحصل لك؟ ان دلوقتي هتلاقي اخوك داخل عليك الاوضه وراح قال للعيله كلها ان انت قاعد ماسك الموبايل، مع انك كنت قاعد بتذاكر. بس اول ما تمسك الموبايل تلاقي ايه؟ المخبر جه. خد بالك اوعى تنكر، ده بيصورك، يعني مفيش انكار، ما تكدبش، ده انت صوت وصوره متسجل. فال10 دقايق بتوعك ما تمسكش فيه الموبايل عشان اخوك ايه؟ ما يقولش. انا خايفه على مصلحتك على فكره، مش عشان انت ما تقعدش على اليوتيوب وتقعد تقلب وبابجي وفري فاير. نو، انا خايفه ان اخوك يروح يقول لبابا وماما ويروح يقول للعيله. فاحنا نحترم نفسنا، وال10 دقايق البريك بتوعنا نقوم نمشي، نقوم نلعب رياضه، نقوم ناكل. البنات اللي طول اليوم بتاكل قوموا كلوا بس ما تمسكوش الموبايل عادي. خلصت ال10 دقايق رست، تعالى بقى على المكتبه كده نكمل 50 دقيقه. تمام. طب دلوقتي انا مش عارف اصلا اذاكر ايه. يعني انت اوكي اديتيني الطريقه بس انا مش عارف اذاكر ايه. يا عم انا هديك الجدول اللي انت تلم بيه المنهج كله في 10 ايام، بس لازم اشرح لك انت تذاكر ازاي علشان ما تاخدش الجدول ترميه. تمام. الفتره دي انا محتاج اصحى الساعه كام؟ قال لك انت محتاج تصحى بدري، بس في طلاب ما بيحبوش يذاكروا بدري. في الجزئيه دي الطلاب هينقسموا لمرحلتين: واحد بيحب يصحى بدري وينام بدري، واحد بيحب يصحى متاخر وينام متاخر. انت يا عم اي واحد فيهم عادي، الطريقه دي نافعه معاك. انت بتحب تصحى الفجر وتنام الساعه 10 تمام، انت بتحب تصحى الظهر عادي وتنام الساعه 12 مثلا، براحتك اعمل اللي انت عايزه. طيب الطريقه دي هتنفع لو انا باخد دروس؟ يا عم لو انت بتاخد دروس، طب ادام انت بتاخد دروس يبقى زي مراقب. فيعني معلش اقنعني، انت دلوقتي مش بتستفيد من الدروس واصلا بتروح الدرس وخلاص، ولا فاهم اصلا ما بيعملوا ايه ولا بيشرحوا ايه او بيراجعوا او بيعملوا ايه. ما تروحش، استغل وقتك مع نفسك. المدرس اللي مش مهتم اصلا اللي انت بتحل او اللي انت بتذاكر او مستواك عامل ازاي، ما تروحلوش تاني. ده مش خايف على مصلحتك خالص. فكره انت بتروح وخلاص، يعني انت دلوقتي بتروح الدرس وبتتعب وبتدفع فلوس وكل ده وفي الاخر ترجع مش فاهم اي حاجه. فانت لو الطالب ده ما تروحش. طب لو انت الطالب اللي هو بيفهم وقشطه، لا انت كمل عادي مالكش دعوه. تمام. يبقى انا دلوقتي هشوف انا بحب اذاكر الصبح وذاكر بالليل براحتي، وهذاكر بطريقه البومودورو اللي هي 50 دقيقه مذاكره و10 دقايق ومش همسك الموبايل. تمام. طيب في سؤال انا خايف منه جدا، هو انا فعلا لو بدات دلوقتي هلحق اجيب مجموع؟ اصل انا خايف اذاكر وكل ده يضيع على الفاضي، والصراحه اهلي حاطين فيا امل كبير جدا جدا، وانا نفسي ادخل ستيم قوي. عايزه اقول لك ان انا برضو كان نفسي ادخل ستيم وجبت مجموع ستيم، وكنت باديه برضو قبل الامتحانات بشهر، بس خدت عهد مع نفسي ان انا هعمل اللي عليا كله. انا ماليش دعوه بالنتيجه، انت ابذل اقصى جهدك. ما تقوليش هو انا بعمل اللي عليا، انت اللي عارف انت بتعمل عليك ولا لا. انت شوف نفسك، انت خلاص مش قادر، انت خلاص عملت كل حاجه انت تقدر تعملها. لو انت قلت فانت لا، انت بص، يعني انت في حته تانية. لو انت قلت لا انا عندي في حاجه اقدر اقدمها اكتر من دي، يبقى انت ما بتعملش اللي عليك. فانت اسال نفسك السؤال ده، اساله دلوقتي نفسك، شوف انت بتعمل اللي عليك فعلا ولا لا. ادخلي بقى في الجدول على طول عشان صراحه متحمس. بص يا عم دلوقتي هيظهر لك جدول اليوم الاول، ده المفروض الحاجات اللي انت هتذاكرها في اليوم بتاعك. ودلوقتي انا خلاص عرفت جدول اليوم الاول بتاعي عامل ازاي. طيب جدول اليوم الثاني، ادي جدول اليوم الثاني ظاهر لك اهو، خدته سكرين. تمام. ادي جدول اليوم الثالث ظاهر لك اهو، وادي جدول اليوم الرابع برضو ظاهر لك اهو، جدول اليوم الخامس ظاهر لك اهو، جدول اليوم السادس ظاهر لك اهو، السابع والثامن والتاسع، ودي يا عم اليوم العاشر. انا كده خلاص معايا جدول 10 ايام، بس الصراحه انا مش عارف اخده كويس. طيب هلاقيه فين؟ بص هتلاقي الجدول ده نازل كله في المنتدى بتاع اليوتيوب. لو انت بتتابعني من على تيك توك هتلاقي لينك اليوتيوب عندك في تحت كلمه متابعه في التيك توك. لو انت بتتابعني اوريدي اصلا من على اليوتيوب هتلاقي لينك التليجرام موجود في اول كومنت. تمام. لو عايز فيديوهات اكتر من دي اعمل شير لاي حد في ثالثه اعدادي تعرفه، ويعمل لايك وكومنت كده حلو زيك، عشان ان شاء الله هرد على كل الكومنتات.